تعالوا نعمل فكرة حلوة قوي نستغل بيها الهدوم القديمة المقطعة، الهدوم اللي خلاص ما تنفعش تتلبس تاني ولا حتى نتصدق بيها. هنجيب كل الهدوم نحطها كده وتسلي بقى، امسكي مقص وقطعي كل الهدوم شرايط بالشكل ده. هنقصقص كده كل التيشيرتات بناطيل، هتطلعي منها شرايط طويلة بالشكل ده. عرض الشريط كده حوالي 2 سنتي، وانتي بتقصي يعني قصي سريع كده، مش لازم يبقى الشريط مظبوط قوي. احنا كل الشغل النهاردة هنعمله بشكل عشوائي كده، بس النتيجة هتطلع تحفة. حتى الاكمام بتاعة التيشيرت دي انا هفتحها كده من تحت الكم بالشكل ده كده، وهقطع برضو كل الجزء ده شرايط. هنا كان في حتة كده زيادة موروبة شوية، بس هتنيه نصين كده وقطعه برضو شرايط. الشرايط دي بقى هنمسكها كده، كل 3 شرايط هنلزقهم في بعض من البدايات بتاعتهم، وهنعمل ضفيرة. هنعمل كل الشرايط دي ضفيرة. الضفيرة مش هنشدها قوي، ومش يعني مش هتدوسي عليها قوي كده وتشديها وتخليها ضفيرة محبوكة قوي، لا، هنعملها كده واسعة وسريعة، يعني كمان ده هيبقى معاكي اسرع. اخر ال3 شرايط دول انا هوصل فيهم 3 شرايط تاني بالشمع، وهكذا عشان في الاخر يطلع معاكي يعني ضفيرة طويلة. اهو هثبت كل اخر شريط في شريط جديد لحد ما عملت كل التيشيرتات اللي عندي والهدوم اللي انا مش محتاجاها تاني. بقت ضفيرة طويلة جدا اهي. الوان بقى ممكن كمان تعملي ضفيرة 3 الوان مختلفين، يعني مش هتفرق، بالعكس كل ما الالوان زادت كل ما هيبقى الشكل في الاخر تحفة. دي بقى قطعة قماش كده جبتها، قطعة قماش تبقى ماسكة نفسها كده، جنس او من المفروشات، حاجة تكوني برضو مش محتاجاها، وهنحطها ارضية كده. وهنلزق بقى الضفيرة اللي احنا عملناها دي، هنلزقها على القماشة. هنلزق كويس قوي، مسدس الشمع يبقى متسخن كويس جدا، وتحطي وتدوسي بايدك كويس قوي على القماش عشان هيثبت جدا بالطريقة دي بشكل دائري بقى. وهنلف كده بالشكل ده زي ما انت شايفة. في عندي ضفيرة قطع سادة وعندي الوان، كله موصلات بعضه. فكرة حلوة اصلا، هتروق لك الدولاب وهتروق لك الدنيا وهتلم كل ده وتستفيدي منه. ده جزء عملته 3 الوان برضو على حسب بقى الهدوم اللي عندنا. كل الهدوم اللي عندنا المقطعة اللي هي ملهاش لازمة خالص، ملهاش استخدام ولا تصلح، هنعمل بيها الفكرة الحلوة دي. وكل بقى ما بقى كان مكان عندك ضفيرة كبيرة، وكل ما كان عندك هدوم اكتر، هتقدري تعملي قطعة من دي اكبر. عايزة بقى تستخدميها كمفرش، تعملي منها مدور كده، يعني مساحة كده صغيرة تعمليها مفارش. ممكن تعمليها قطعة كده تتحط على دراعات الانتريه او الركنة، بيبقى شكلها تحفة تحفة. وكمان ممكن نكبرها شوية، نعملها على شكل بيضاوي او دواير برضو بس كبيرة اكبر من كده، ونحطها دواسات كده على بيبان الاوض، او ممكن تعملي منها طقم للحمام. بجد الطريقة تحفة ومتينة كده وجميلة وتقيلة، وفي نفس الوقت شكلها جميل جدا، شكلها رائع. بصي مهما تحطي الوان مختلفة بتدي شكل احلى. ممكن كمان تعملي قطع منها صغيرة تتحط تحت الاطباق السخنة، تتحط على السفرة، تتحط منها على الرخامة، تطلعي من عليها الاطقم البايركس اللي هي ما ينفعش نحطها على الرخامة على طول عشان بتتكسر وبتطق، لازم تتحط على قماشة ناشفة. تعملي قطع من دي
شكلها جميل، يعني حاجة نستغل بيها الهدوم وبجد رائعة، ليها اكتر من استخدام في اي مكان. هتستخدميها دواسة، هتستخدميها مفارش. ممكن بقى لو انتي بقى رايقة وهتعملي قطع اكبر من كده، ممكن تعملي على الانتريه، يعني تتحط كده على الركن او الانتريه، مكان ما بنقعد كده، وتعملي قطعة كبيرة وتعمليها طقم الانتريه. لو انتي كل يوم قعدتي ساعة بس كده، او كل ما تفضي تضفري شوية، تضفري كده ضفاير من الهدوم القديمة والقطع المفروشات القديمة اللي عندك اللي مش بتستخدم، بجد هتبقى يعني في الاخر هتطلعي بقطع جميلة جدا. انا كده خلصت كل القطع اللي عندي. هقص بقى الباقي من القماشة، الزيادات دي كلها هقصها. نقص بقى بالراحة علشان تبقى مظبوطة كده وشكلها حلو. بجد شكلها في الحقيقة روعة، بجد جميلة جميلة ومتينة وتتغسل من القماش، يعني حاجة عملية جدا. في اصلا سجاجيد بتتباع من بواقي القماش كده، بتبقى غالية والله، مش رخيصة. بص الشكل تحفة ازاي، بص الالوان جميلة ومختلفة عن بعضها بس تحفة.